Hallo, liebe Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. أهلا بكم أصدقائنا الأعزاء في قناتنا على اليوتيوب. النهاردة معاكم هناخد الأفعال اللي بتيجي مع حروف الجر المشتركة بين الأكوزاتيف والداتيف. والأفعال دي في منها بيجي مع الداتيف وبيجي منها مع الأكوزاتيف، وفي منها بيجي مع الاتنين مع بعض. تعالوا نشوفهم مع بعض ونتعرف عليهم فعل. stellen, stehen, legen, liegen, sich setzen, sitzen, hängen, stecken. هناخد كل فعل لوحده أو مع الفعل المشابه ليه في المعنى، وهناخد أمثلة عليهم عشان نوريكم الفروقات بين الفعلين وإمتى نستخدمهم في الأكوزاتيف وإمتى نستخدمهم في الداتيف. مش هنطول عليكم ونبدأ بأول فعلين معانا وبالأمثلة بتاعتهم. وأول فعل معانا stellen، ده بيجي مع حالة الأكوزاتيف، والفعل التاني stehen ده بيجي مع حالة الداتيف. أول فعل معانا النهاردة فعل stellen، ده بيجي مع حالة الأكوزاتيف. ليه مع حالة الأكوزاتيف؟ لأن حالة الأكوزاتيف بتعبر عن فعل حركة، عن حركة حصلت في الجملة. والجملة بتاعتنا ich stelle das Buch auf den Tisch. auf den Tisch دي أكوزاتيف، أنا وضعت الكتاب على الديسك أو على الترابيزة، في حركة حصلت. تاني فعل معانا stehen يعني واقف. المثال بتاعنا das Buch steht auf dem Tisch، يعني الكتاب موضوع على وضع واقفا على الديسك. auf dem Tisch دي حالة داتيف، موضوع واقفا أو محطوط واقفا على الديسك دي حالة ثبات، عشان كده استخدمنا حالة الداتيف. ناخد مثال تاني يوضح أكتر مع stellen. Ich stelle die Tassen in den Schrank. أنا وضعت الكوبايات في دولاب أو في الخزانة أو في دولاب الكوبايات. in den Schrank دي حالة أكوزاتيف، دليل حركة، أنا مسكت الكوبايات وشلتها وحطيتها في الدولاب، دي أكوزاتيف حالة حركة. المثال التاني مع stehen. Die Tassen stehen in dem Schrank. in dem Schrank دي داتيف، ثبات، بمعنى إن الكوبايات موجودة في دولاب الكوبايات أو في الخزانة أو على الرف. وتاني فعلين معانا النهاردة legen، يعني بتستعملها مع الأكوزاتيف بمعنى يضع الفعل. liegen بنستعملها في حالة الداتيف إن الشيء ده محطوط أو موضوع على شيء. هناخد أمثلة توضيحية للكلام ده. ونبدأ بليجن يعني يضع أو يحط الشيء. Ich lege das Buch auf den Tisch. auf den Tisch دي حالة أكوزاتيف. هنا في حالة حركة، إن أنا مسكت الكتاب ورحت حطه على الترابيزة، عشان كده دي حالة أكوزاتيف وفيها حركة. الفعل التاني liegen. das Buch liegt auf dem Tisch. auf dem Tisch ده صيغة الداتيف. معنى الجملة دي إن الكتاب محطوط على الترابيزة، مش زي فيربن stehen. stehen محطوط واقف، إنما هنا محطوط على جنبه على طول، مش واقف على السفل بتاعه. الفعلين التانيين اللي معانا النهاردة sich setzen وsitzen. sich setzen بنستعمل حالة الأكوزاتيف يعني حالة الحركة. sitzen حالة الداتيف. sich setzen يعني سأجلس، sitzen إن هو جالس. ونبدأ ب sich setzen يعني سأجلس أو هقعد. ich setze mich auf den Stuhl. auf den Stuhl دي حالة أكوزاتيف، حالة الفعل اللي هو بيحصل في هذه اللحظة. إن أنا إيه؟ بمعنى أنا هقعد أو سأجلس على الكرسي ده، اللحظة اللي أنا بتكلم فيها هو ده اللي هيحصل فيها الفعل أو الحدث، فعل الجلوس. الفعل التاني sitzen يعني جالس. الجملة بتاعتنا ich sitze auf dem Stuhl. auf dem Stuhl دي حالة داتيف، وهنا في حالة سكون على الكرسي، أنا قاعد على الكرسي، ده معنى الجملة.
ناخد مثالين تانيين على sich setzen وsitzen. المثال بتاعنا ich setze mich ins Auto. Auto الارتكل بتاعها das وفي ان هنقول in das Auto، لا الاختصار بتاعها ins، ودي برضو حالة اكوزاتيف لان فيها حركة ان انا هقعد في العربية، يعني واقف جنب العربية وفتح الباب وهقعد فيها دلوقتي. مثالنا مع sitzen ich sitze im Auto. الارتكل بتاع اوتو das بيقابلها في الداتيف dem. بدل ما نقول in dem Auto هنقول im Auto، ودي حالة ثبات ان انا قاعد جوه العربية. الفعل اللي معانا دلوقتي hängen في حالة الاكوزاتيف بمعنى يعلق، وفي حالة الداتيف بمعنى معلق. تعالوا ناخد امثلة ونشوفها مع بعض. hängen في حالة الاكوزاتيف ich hänge den Spiegel an die Wand. أعلق أو أنا أعلق المرآة على الحائط، دي حالة أكوزاتيف، واخد المراية ورايح أحطها على الحيطة. مثال hängen في حالة الداتيف der Spiegel hängt an der Wand، بمعنى المراية محطوطة أو متعلقة على الحيطة، دي حالة ثبات، المراية ثابتة ومتعلقة على الحيطة، يبقى حالة داتيف. ونيجي لآخر فعل معنا النهاردة stecken. معناها في الأكوزاتيف يحط أو يضع، وفي الداتيف محطوط أو موضوع. ده عامل زي هنجن. الكلمة ليها معنيين، في الأكوزاتيف بمعنى وفي الداتيف بمعنى. تعالوا نشوف الأمثلة عشان نفهم أكتر مع بعض. ناخد مثال شتيكه في حالة الأكوزاتيف. اشتيكه دي كارت in die Tasche، دي حالة أكوزاتيف، بمعنى أنا بحط الكارت في الشنطة. ولو الكارت محطوط جوه الشنطة هنقولها ازاي؟ دي كارت steckt in der Tasche، دي حالة داتيف. in der Tasche داتيف، der في الداتيف هي دي في الأكوزاتيف. وبكده خلصنا درس النهاردة وشرحنا لكم في الأفعال اللي بتيجي مع الحروف المشتركة، حروف الجر المشتركة بين الأكوزاتيف والداتيف، والأفعال اللي بتيجي مع الداتيف والأفعال اللي بتيجي مع الأكوزاتيف. نتمنى تكون المعلومة وصلتكم النهاردة وتكونوا استوعبتم وفهمتم الدرس معايا. ولو عجبكم الدرس دوسوا لايك وشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد. وكنت عايز أعرف رأيكم في كومنت صغير تكتبه لي في الكومنتات. ولو ما كنتش اشتركت معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.